السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نتعلم ازاي نحط الرامة بشكل كويس. حصلت غلطة قبل كده، واحد حطها بطريقة ما معينة، فيعني احنا عاوزين بس نتجنب. هي حاجة ممكن تكون سهلة، ممكن تكون وممكن تبان انها تافهة، لكن ممكن نشوفها بشكل افضل. تمام. بعد ما نفك المسامير، ماشي، ونظبط الحاجة بتاعتنا كويس جدا. ماشي، هنفك الغلاف بطريقة بالراحة خالص. تمام، حطه على اي جنب. تمام. هجيب الرامة اللي انا عاوزها، طبعا دي اللي هي سودام. ماشي. طيب تعالى كده ناخد لنا نظرة خفيفة. دون هارد اتش دي دي، هارد اس اس دي. تمام. هنا الرامة. يعني دي حاجة بسيطة. هنا البطارية، خلي بالك. ماشي. بس يعني انت بس خلي بالك. ماشي اهو. تعالى يا باشا، بص عشان بس تبقى فاهم حاجة. الهارد الاس اس دي، لو انت جيت تركب هارد معين، تمام، تخلي بالك كويس جدا 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 وانت بتركب الهارد، انك تكون فاصل البطارية. تمام. بس تعالى نركب الرامة. الرامة هتركب ازاي؟ هتبص على الفتحة اللي هنا دي، تركبها واحدة واحدة. تمام. وهتضغط بس ضغطة خفيفة. تمام. بس الرامة اتركبت. تمام، ودخلت في مكانها وكل شيء زي الفل. ده مكانها اهو ده. تمام. وهنا خلي بالك من الحاجات دي كويس. ماشي. وبس كده. ده فيديو قصير، بس يعني خلي بالك، مش اكتر. تمام. ممكن تكون انت عاوز تتاكد ازاي اركب رامه بالظبط، مش عارف ايه، فاهم انت؟ طب برضو حاجه كده ازيد، حابب تخلع الرامه. شايف انت الحته دي؟ هتعملها كده. تمام. اهو اهو. الف مبروك، الرامه اتخلعت. نركبها بقى تاني ونبطل لعب. ماشي اهو. بس. وبس كده. السلام عليكم.